خمسة ربي يعطيها لأهل القرآن. 5 كي يقول لك أهل القرآن هو اللي يقرأ كل يوم القرآن، يحفظ القرآن، حتى هو ماشي حافظ كامل القرآن، بصح عرف ربي يعطيك 5، لكن القرآن جزء من حياتك. الأولى الشفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شكون أصحابه؟ اللي كانوا يصاحبينه في الدنيا حتى لو ما حفظش كاع القرآن. الشفاعة تشفع للناس اللي قرب لك بسبب القرآن الذي كنت تقرأه، حاجة الأولى يعطيها لك. الثانية الرفعة، يرفعك ربي في الدنيا والآخرة. عبك باللي الجنة منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها عند الله. شحال تقرأ له؟ كل آية تقرأها يرفعك درجة، بين كل درجة ودرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. بالك حافظ 100 آية يرفعك 100 درجة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإياك أن تضيع القرآن. هذا 2. الأمر الثالث الذي يعطيه الله لك الصحبة، تصاحب الملائكة في الجنة، تصاحبك الملائكة. كاين ناس صاحبهم الملائكة هم أهل القرآن في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن اللي يعرف يقرأ مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام البررة هم الملائكة. 3 الصحبة. 4 الخيرية، خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 4 والأمر الخامس الأهلية. ما معنى الأهلية؟ هم أهل الله. مش نقول أهل الله يعني أقرب الناس إلى رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. 5 خير من الدنيا وما فيها، يعطيها لك ربي ويكرمك بها يوم القيامة.